بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أهلا وسهلا بكم يا أبطال مع حل الامتحان الشامل الثاني على منهج الأحياء والجيولوجيا للصف الثالث الثانوي. حابين نفكركم ان الامتحان كان على الفصل الأول اللي هو الدعامة والحركة، والفصل الثاني اللي هو التنسيق الهرموني، والجزء الأول من الجيولوجيا حتى نهاية تراكيب عدم التوافق. حابب اشاركم برضو ان فيه حد قفل الامتحان وهياخد جايزة 2000 جنيه. يا ترى مين؟ عايزكم تخمنوا وتعرفونا مين لحد ان شاء الله باذن الله لما نتقابل المحاضرة القادمة او لحد ما نعلن الاوائل على الجروب. الامتحان طبعا كان بنظام البابل شيت، بنظام اخر السنة، 46 سؤال نفس عدد الاسئلة اللي بتجيلك اخر السنة، منهم 44 سؤال اختياري اختر الإجابة الصحيحة، ومنهم سؤالين مقالي نفس فكرة آخر السنة بالظبط. فيلا بينا نبدأ كده نحل مع بعض الأسئلة ونعدي كده صفحة البابل شيت وندخل على طول في الأسئلة. وانت طبعا سعادتك بعد ما بتحل بتنقل الأسئلة في البابل في البابل شيت. السؤال الأول بيقول لديك 3 أنابيب هرمونات تفرز من مصادر مختلفة. 3 أنابيب فيهم هرمونات. تعرف على الهرمون الموجود في كل أنبوبة في الحالة التالية. أضيف إنزيم اللايبيز. إنزيم اللايبيز فتأثرت الأنبوبة رقم 1. الأنبوبة رقم 1 هي اللي اتأثرت، أحط على النجمانة. لذلك فإن مصدر الهرمون واحد. طبعا إنزيم اللايبيز ده بيكسر الاسترويدات أو الدهون، والاسترويدات أو الدهون بيحولها لأحماض دهنية وجليسرين. طب الاسترويدات أو الدهون ديت بتفرز منين؟ قال لك بتفرز من قشرة الغدة الكظرية. أضيف إنزيم البيبسين. البيبسين ده بيكسر مين؟ بيكسر البروتين ويحوله لعديد بيبتايد. فتأثرت الأنبوبة رقم 2، يبقى الأنبوبة رقم 2 ديت فيها مين؟ فيها هرمون بروتيني. فإن مصدر الهرمون 2 هو الغدة الدرقية، حيث الغدة الدرقية تفرز هرمون الكالسيتونين، والكالسيتونين هرمون بروتيني معقد. لو ضفنا عليه البيبسين هيتحول لعديد بيبتايد. طبعا الكبد طبقا للمنهج بتاعنا مفيش هرمونات. قشرة الغدة الكظرية بتفرز دهون مش بروتينات. الخصية بتفرز استرويدات أو دهون مثل التستوستيرون والأندروستيرون، فمش هتنفع، وبالتالي يبقى مصدر الهرمون 2 هو الغدة الدرقية. إذا لم تتأثر محتويات الأنبوبة رقم 3 بأي من الإنزيمين، يعني الأنبوبة رقم 3 دي لم تتأثر باللايبيز، يبقى إذا في الحالة ديت ما فيهاش استرويدات، ولم تتأثر بالبيبسين، يبقى إذا ما فيهاش بروتينات معقدة. يدل على أن الهرمون 3 عبارة عن إيه؟ عبارة عن أحماض أمينية، لأنه قال لم تتأثر يبقى ما فيش بروتين معقد، لم تتأثر يبقى ما فيش دهون، ما فيش استرويدات، يبقى أكيد فيها أحماض أحماض أمينية. 4. أي ممال يتكون من عدد من الفقرات غير مساوي لعدد العظام لنفس نوع الفقرات. هتكون الفقرات العجزية، حيث أن عدد الفقرات للفقرات العجزية بيكون 5، بينما العظام تحسب عظمة واحدة لأنها ملتحمة، وبالتالي هيكون عدد الفقرات غير مساوي لعدد العظام، حيث أن عدد الفقرات 5 أما عدد العظام تحسب عظمة واحدة. أي المفاصل التالية يماثل أي يشبه مفصل الارتفاق العاني. المفاصل بين أجسام الفقرات، لأن المفصل بين أجسام الفقرات مفصل غضروفي، والارتفاق العاني مفصل غضروفي. السؤال رقم 6. أي تركيب لا يوجد في قطعة عضلية واحدة. منطقة مضيئة كاملة لا توجد في قطعة عضلية واحدة، لأن القطعة العضلية طبعا بتبدأ من خط زد لخط زد، وبالتالي كده خيوط الأكتين هذه خيوط الأكتين، وبالتالي أنا عندي هنا خيوط الميوسين بتكون في المنتصف، فبالتالي المنطقة اللي هنا بتكون منطقة مضيئة غير كاملة، والمنطقة المضيئة هنا بتكون منطقة مضيئة غير كاملة، فبالتالي أي تركيب لا يوجد في قطعة عضلية واحدة أقول له منطقة مضيئة كاملة. ما اسم الهرمون الذي ينشط الغدة رقم 2؟ طبعا الغدة رقم 2 دي الغدة الدرقية، بينما رقم 1 دي الجار درقية، تمام. رقم 4 دي الحنجرة، رقم 3 دي القصبة الهوائية، وبالتالي الذي ينشط الغدة رقم 2 اللي هي الغدة الدرقية أكيد هرمون TSH الذي يفرز من الجزء الغدي للغدة النخامية. 8. أي أنواع الحركات الأكثر شيوعا بين النباتات؟ هنختار الانتحاء والحركة الدورانية للسيتوبلازم. الانتحاء يا بطل عشان يحدث في جميع النباتات، فبالتالي هو أكثر شيوعا.
الحركة الدورانية السيتوبلازمية تحدث داخل كل خلية من خلايا الكائن الحي، يعني تحدث في جميع خلايا الكائنات سواء كانت أصلا نبات أو إنسان أو حيوان. وبالتالي يا جماعة يبقى أكثر شيوعا يعني أكثر حدوثا هي دال الانتحاء والحركة الدورانية السيتوبلازمية. 9. الجدول المجاور يبين نتائج التحليل الهرموني لإحدى الإناث. يمكن تشخيص السبب بوجود خلل، طبعا هيكون خلل في الفص الأمامي للغدة النخامية، لأن أنا عندي هنا كده هرمون النمو منخفض وهرمون الثيروكسين منخفض، يبقى التي اس اتش اللي هو بيفرز من الفص الأمامي برضه منخفض، ده أدى إلى انخفاض الثيروكسين. والاستروجين منخفض، يبقى هرمون الاف اس اتش اللي بينشط حويصلة جراف او بيعمل نضج لحويصلة جراف عشان تفرز هرمون الاستروجين اكيد برضه منخفض. فبالتالي السؤال معناه ان انا عندي هرمون النمو منخفض وهرمون التي اس اتش منخفض وهرمون الاف اس اتش منخفض، والتي اس اتش لما انخفض ادى لانخفاض الثيروكسين، والاف اس اتش لما انخفض ادى لانخفاض الاستروجين. ده كله من مين؟ سببه مين؟ الفص الامامي للغده مين؟ النخاميه. وهرمون النمو هو اللي فتح لي الباب، لان هرمون النمو يفرز من الفص الامامي للغده النخاميه، فما ينفعش اختار الفص الخلفي ولا القشره الغده القذريه ولا الغده الدرقيه. 10. يبقى طول المنطقة الداكنة كما هو أثناء الانقباض العضلي. طبعا العبارة ديت صحيحة، لأن المنطقة الداكنة تظل كما هي. ليه التفسير بتاعنا؟ لأن المنطقة الداكنة حدودها خيوط الميوسين، وخيوط الميوسين ثابتة لا تتحرك. فعلا العبارتان صحيحتان. يبقى الداكنة بتبدأ، احنا لسه راسمين القطعة العضلية اهو، الداكنة بتبدأ من أول الميوسين لحد آخر الميوسين، والميوسين ثابت لا يتحرك، فعشان كده المنطقة الداكنة تظل كما ايه؟ تظل كما هي حتى لو تحرك الأكتين. 11. إذا علمت أن إفراز الأدرينالين يؤدي إلى التعرق، يبقى حصل هنا فقد مين؟ فقد للماء. يبقى كل ما نزود الأدرينالين بنزود فقد الماء. أي شكل من المالي يوضح تأثير الأدرينالين على إفراز الإي دي اتش. طبعا لو فقدت المية ده معناه لازم الاي دي اتش يزيد عشان يعوض مين؟ يعوض الميه. فنختار الاجابه ج. كلما زاد افراز الادرينالين يعني زاد فقد الماء، تلقاء يا جماعه هيزداد الاي دي اتش عشان يعوض هذا الفقد، حيث ان الاي دي اتش يعمل على اعاده امتصاص الماء من انيبيبات النفرون. ناجي للسؤال رقم 12. بعض الهرمونات ينتجها الجهاز العصبي. من هذه الهرمونات الاكسيتوسين، لانها تفرز من خلايا عصبيه موجودة في منطقة تحت المهاد أو الهيبوثالاموس. طبعا محدش يختار الأدرينالين، لأن الأدرينالين يفرز من النخاع تحت تأثير الجهاز العصبي، وليس أنه يفرز من الجهاز مين؟ من الجهاز العصبي. تاني الأدرينالين يفرز تحت تأثير الجهاز العصبي ولا يفرز من الجهاز العصبي. أمال مين اللي بيفرز من الجهاز العصبي مباشرة؟ هو الأكسيتوسين. 13. أي الأجهزة التالية مسؤولة عن نقل هرمون النمو؟ المسؤول عن نقل هرمون النمو الدم، والدم يخضع لمين أو من مكونات مين؟ الجهاز الدوري. 14. العلاقة بين عدد الليفات العضلية وعدد جزيئات الجلوكوز. طبعا كلما زادت عدد الليفات العضلية كلما زادت عدد جزيئات الجلوكوز المستخدمة. ليه؟ لأن الليفات العضلية عشان تنقبض وتنبسط محتاجة مين؟ محتاجة طاقة، والطاقة هنجيبها منين؟ هنعمل أكسدة للجلوكوز، وبالتالي طردية. يبقى كلما زادت عدد الليفات العضلية زاد احتياجنا للطاقة، وكلما زاد احتياجنا للطاقة يا جماعة طبعا هنكسر الجلوكوز فنستخدم مين؟ الجلوكوز. رقم 15 طبعا بيتكلم على هرمون مين؟ هرمون الجلوكاجون. هرمون الجلوكاجون يا بطل طبقا للمنهج بتاعنا بيأثر على مين؟ بيأثر على الكبد. بيأثر على الكبد ازاي؟ بيكسر الجليكوجين، بيحفز تكسير الجليكوجين ويحوله لمين؟ يحوله لجلوكوز. يبقى اذا ده معناه ان الجليكوجين اللي في الكبد هيقل، اما الجلوكوز اللي في الدم هيزيد. وبالتالي المنحنى ج ده منحنى ثابت لم يتأثر، ما حصلش فيه زيادة ولا نقص، ده على طول الجليكوجين العضلي. ليه؟ لأن الجلوكاجون طبقا للمنهج بتاعنا الجلوكاجون يا جماعة بيأثر على الكبد ما بيأثرش على العضلات، يعني بيحول الجليكوجين اللي موجود في الكبد يحول ايه؟ لجلوكوز. 16 المنحنى ألف يمثل، طبعا المنحنى ألف حصل زيادة يبقى ده الجلوكوز، لأن الجلوكوز كده هو اللي بيزيد في الدم. المنحنى ب يمثل، طبعا المنحنى ب هيمثل الجليكوجين الكبدي، لأن الجليكوجين الكبدي هو بيتكسر فبالتالي بيقل اهو، وهكذا. 18 عند فحص ليفة عضلية في حالة إجهاد عضلي وجد أنها تحتوي على 80 من جزيء
او 80 جزيء من حمض اللاكتيك. 80 جزيء من حمض اللاكتيك ده معناها على طول 80 جزيء اي تي بي. 80 جزيء اي تي بي. ليه؟ لان الجلوكوز يا بطل، الجلوكوز لما بيحصل له اكسده في التنفس الهوائي بيدي 2 اي تي بي، بيدي 2 حمض ايه؟ بيدي 2 حمض لاكتيك. يبقى يا بطل عدد جزيئات حمض اللاكتيك بتساوي عدد جزيئات مين؟ الاي تي بي. يبقى انا عندي 80 اي تي بي. تمام. طب انت كسرت كام جلوكوز؟ كسرت 40 جلوكوز اكيد. ليه؟ لان الجلوكوز الواحد بيدي 2 اي تي بي، فبالتالي لما يكون عندي 80 اي تي بي يبقى انا كده كسرت 40 جلوكوز. وبالتالي لما يقول لي كم عدد جزيئات الجلوكوز اقول له عدد جزيئات الجلوكوز 40. وكم عدد جزيئات الاي تي بي اقول له 80. يبقى اذا في الحاله ديت اختار الاجابه ب 40 و80. 19 يا بطل بيقول لي الجدول التالي او الاتي يوضح او يبين نسبه الجلوكوز في كل من الوريد البابي الكبدي والوريد الكبدي. طبعا انت فاكر يا بطل لما كنا بنقول انه في عندنا جهاز هضمي يبدا مثلا عندنا الفم والبلعوم والمريء ثم المعده ثم الاثنى عشر ثم اللفائفي. بعد كده بيحصل حاجه في الوريد البابي الكبدي، هنا بيحصل حاجه اسمها امتصاص. مين اللي كان بيعمل الامتصاص يا بطل؟ ايوه برافو عليك، السيروكسين. تمام. يبقى اللي بيعمل الامتصاص مين؟ السيروكسين. بيعمل امتصاص منين؟ من القناه الهضميه للسكريات الاحاديه. فلما تلاقي السكر في الوريد البابي الكبدي عالي 500 تاكد ان ده الانسان ده متغذي تغذيه كويسه، يعني واكل. يبقى الكلام ده حصل بعد تناول وجبه والسيروكسين عمل اعاده امتصاص. ودي ما تزعلش لان الوريد البابي الكبدي ده هياخد السكر يوديه فين؟ يوديه على الكبد فيخزن جزء ايه منه. يبقى اذا انا علاقتي كلها مع مين بقى؟ مع الوريد الكبدي. هو ده بقى اللي زعلني. هل السكر في الوريد الكبدي عالي؟ لا، السكر في الوريد الكبدي 80. يبقى اذا في الحاله ديت الشخص ده يا جماعه غير مصاب بمرض السكر لان نسبتي طبيعيه في الوريد الكبدي مفيش زياده. ناجي للسؤال رقم 20. عند غياب مجموعه الفوسفات من انسجه عضليه. مين مجموعه الفوسفات دي التي تدخل في تكوين جزيئات مين؟ الاي تي بي اللي هو ادينوزين ثلاثي الفوسفات. يبقى اذا لو مفيش فوسفات يبقى مفيش اي تي بي، يبقى تفقد العضله قدرتها على الانقباض والانبساط. لن تستطيع الالياف العضليه تكوين الاي تي بي، ما هو مفيش فوسفات اللي بيدخل في تكوين الاي تي بي. يبقى اذا في الحاله ديت هنختار الاجابه ج ا وب معا. 21 من الأنسجة التي تتأثر بهرمونات مختلفة في مراحل عمرية مختلفة. هنختار طبعا الغدد الثديية عشان الغدد الثديية بتتأثر بهرمون الاستروجين عند النمو عند البلوغ تؤدي إلى كبر حجم الغدد الثديية في الأنثى. وأثناء الحمل البروجسترون بيأثر على الغدد الثديية. وعند الولادة وبعد الولادة مباشرة الأكسيتوسين بيأثر على الغدد الثديية. وعند الرضاعة البرولاكتين بيأثر على الغدد الثديية بيحفزها على إنتاج اللبن. يبقى إذا في مراحل عمرية مختلفة الغدد الثديية بتتأثر بهرمونات مختلفة. 22 أي الهرمونات التالية لا يؤثر على الحزام الحوضي؟ هختار طبعا البرولاكتين لأن البروجسترون بيأثر على محتويات الحزام الحوضي، يعني بيأثر على الرحم لأن هو بيقول ومحتوياته الداخلية. داخل الحزام الحوضي يوجد الرحم والرحم يتأثر بالبروجسترون. الريلاكسين بيأثر على الارتفاق العاني الموجود في الحزام الحوضي. الباراثرمون بيأثر على العظام بشكل عام حيث عند زيادة الباراثرمون يسحب الكالسيوم من العظام ومن ضمن هذه العظام عظام الحزام مين؟ الحوضي مما قد يسبب هشاشة في العظام. سؤال رقم 23 يتوفر للعضلة إمداد الدموي لكي يتم نقل الأكسجين بالسرعة الكافية للعضلة. يبقى الدم بينقل الأكسجين؟ أيوة تقول له صح. مما يسهل تأكسد الجلوكوز بطريقة التخمر اللاهوائي؟ لا طبعا دي كده غلط. ليه؟ لأنه لما أقول يتوفر أكسجين يعني لما أقول فيه أكسجين أكيد هيحصل تنفس إيه؟ أكيد هيحصل تنفس هوائي وليس لا هوائي. يبقى إذا في الحالة ديت العبارة الأولى صحيحة والثانية خطأ. الثانية خطأ بسبب وجود كلمة مين؟ التخمر اللاهوائي. السؤال 24 الشكل المقابل يوضح الحزام الحوضي. ادرسه ثم اختر أي الهرمونات التالية تؤثر في رقم 4. رقم 4 ده الارتفاق العاني بيأثر فيه الريلاكسين. الريلاكسين يعمل ارتخاء الارتفاق العاني. رقم 5 ده عظمة الورك يأثر فيها الباراثرمون يسحب منها الكالسيوم.
رقم 6 او بيقولوا الاعضاء المبيضين الموجوده على جانبي التجويف الحوضي، يبقى اذا الاف اس اتش هو اللي بيأثر على المبيضين، يبقى اختار الاجابه د. 25 في الشكل المقابل كم مرة تقدم فيها البحر، يعني حدث ترسيب. طبعا أنا لما بشوف هنا عدم التوافق، بقول عندي مجموعتين ترسيبيتين، دي المجموعة الأولى ودي المجموعة الثانية، يبقى أقول كم مرة حدث ترسيب، تقول لي حدث ترسيب مرتين. ليه؟ لأنه بعدم التوافق بيكون موجود بين مجموعتين ترسيبيتين، المجموعة الأسفل أنا هسميها رقم 1 والمجموعة العلوية هسميها رقم 2. وبالتالي لما أقول كم مرة حدث ترسيب تقول لي مرة للطية المحدبة والمقعرة مع بعض كلهم، يعني دي كلها المنطقة ديت، ومرة للطبقة الأفقية اللي هي فوق ديت مرتين بس. تمام. ناجي بعد كده للسؤال رقم 26، بما تفسر وجود طبقات رسوبية تعرضت 3 منها للضغط وتكونت طية مقعرة ولم تنثني الطبقة الرابعة. طيب صلى على النبي كده وتعالى نمثل ده مع بعض. بيقول لك حصل ايه؟ ادي طبقة، ادي الثانية، تمام كده، ادي الثالثة، 3 طبقات. تمام، كلام جميل جدا. ال3 طبقات دول بعد كده ايه اللي حصل لهم؟ اكيد حصل لهم تعرية. طيب وبعد كده اتكونت الطبقة الرابعة، يبقى ده المنظر اللي هو بيتكلم عليه. بيقول لك ان انت عندك 3 طبقات تعرضت للضغط وتكونت طية مقعرة. مثلا نقول ادي الطية المقعرة اللي في النص، دي الطية المقعرة اللي في النص، ممكن يكون جنبها طية محدبة وهكذا. تمام. او ممكن نمثلها بطية مقعرة بس زي ما هو الراجل ذكر، ادي طية مقعرة فيها 3 طبقات اهي، 3 طبقات، وبعد كده في طبقة رابعة فوقيها، اهي، ادي الطبقة الرابعة. تمام، دي الطبقة الرابعة. ده معناه ايه؟ ده معناه ان ال3 طبقات بتوع الطية المقعرة اتكونوا في فترة زمنية لوحدها، والطبقة الرابعة مختلفة عنهم يبقى اتكونت لوحدها، يبقى ال4 طبقات ما اتكونوش في نفس في نفس الزمن، يبقى نقول حدوث تباين، يعني اختلاف في فترة الترسيب للطبقة الرابعة عن باقي الطبقات، يعني ال3 طبقات في فترة زمنية لوحديهم بدليل ان هم حصل لهم انثناء وكونوا طية مقعرة، واما الطبقة الرابعة فتكونت في زمن مختلف عن الطية المقعرة. ناجي للسؤال رقم 27، التركيب الجيولوجي الناشئ عن الشد حيث تكون طبقاته القديمة، هو أهم حاجة يقول لي ناتج عن إيه؟ ناتج عن الشد، حيث تكون طبقاته القديمة محاطة من الجانبين بطبقات أحدث. طبعا ده الفالق مين؟ الفالق البارز فقط. ليه قلت البارز فقط؟ لأنه ناتج عن مين؟ ناتج عن شد. تمام؟ طبقاته الايه؟ القديمة محاطة من الجانبين بطبقات أحدث. لو كان قال بقى ضغط كنا هنختار طبعا إجابة يكون فيها إيه؟ يكون فيها طية محدبة وفالق إيه؟ بارز زي الإجابة ألف، لكن ما جابش سيرة الضغط، هو قال شد بس، فبالتالي هختار الإجابة ج. 28، إذا كانت الطية تتكون من 4 طبقات فإن النسبة بين عدد محاور الطية وعدد طبقاتها، عدد محاور الطية مساوي لعدد الطبقات، وبالتالي هيكون لكل طبقة محور، يبقى أنا عندي 4 محاور وهم 4 طبقات، يبقى إذن في الحالة ديت النسبة هتكون 1:1. السؤال 29، العلم الذي يهتم بدراسة الخواص الطبيعية الفريدة لمعدن الماس، يعني زي الخواص الفيزيائية والخواص الكيميائية، أكيد علم المعادن والبلورات. سؤال رقم 30، تركيب جيولوجي يتكون بسبب تغير سرعة التيارات أثناء الترسيب، التدرج الطبقي، لأن التدرج الطبقي يا بطل طبعا بيكون في اختلاف في سرعة الترسيب، فتترسب الحبيبات الكبيرة أولا ثم الحبيبات الأصغر ثم الحبيبات الأصغر وهكذا، يبقى ده تدرج ايه؟ طبقي. 31، مقارنة بالقشرة المحيطية فإن القشرة القارية عادة القشرة القارية تكون أكثر سمكا، ليه؟ لأن سمكها 60 كيلومتر، بينما القشرة المحيطية من 8 ل 12. من مكونات جرانيطية، يبقى القشرة القارية فيها جرانيط، أقل كثافة، فعلا القشرة القارية أقل كثافة من القشرة المحيطية. 32، من القطاع المقابل الترتيب الصحيح للأحداث في المجموعة التالية من الأقدم إلى الأحدث، أقول له أختار د. والله أنا عندي يا جماعة الطبقات اللي تحت ديت منثنية، يبقى قلت تأثر المجموعة السفلية بقوة ضغط، ودل على ذلك إيه؟ دل على ذلك الانثناء.
ثم تعرضت لفالق، ده فالق يا جماعة وده فالق عادي، فالق عادي، يبقى تأثرت المجموعة السفلية بقوة شد، يبقى يحصل لها انثناء الأول، والدليل على ذلك أن الطيات منثنية، فيه طية ثم تأثرت بقوة شد، والدليل على ذلك وجود فالق عادي، ثم ترسيب المجموعة العلوية اللي هي الطبقة دي والطبقة ديت، دول يا جماعة اسمهم المجموعة العلوية، تمام، وهكذا. نيجي للسؤال بعد كده رقم 33 ونبدأ بقى في الأسئلة الإيه؟ في الأسئلة يعني الثمينة اللي هي بدرجتين بقى، اللي هو كل الناس عمالة تغلط فيها وتعك فيها. بيقول لي إذا كان هناك سفينة صغيرة مستخدمة لتهريب بعض التماثيل البازلتية والجرانيطية، يبقى الراجل كده هنا دلوقتي دخل في إيه؟ في بازلت وجرانيط. تمام. السفينة في داخل البحر الأبيض المتوسط ولحقت بها الشرطة، يعني سعادتك لما تشتغل إن شاء الله في عملية التهريب والشرطة تجري وراك، السفينة طبعا إيه حظك الزفت إن هي اتقلبت، فوقع منك مين؟ وقع منك البازلت والجرانيط المرصعة بالذهب الخالص. تمام. فوقعوا في البحر، فبدأت التماثيل ديت إيه؟ تنزل للقاع. فطبعا بيقول لك إيه بقى؟ بيقول لك ايه اللي هيحصل؟ هتقول له والله التماثيل البازلتيه تصل اولا الى قاع البحر قبل التماثيل الجرانيطيه. اشمعنى؟ لان التماثيل البازلتيه اكثر كثافه من الجرانيطيه، والاكثر كثافه ده معناه ان هي تهبط اولا فتصل الى قاع البحر قبل الجرانيط الذي يكون اقل كثافه. 34 امامك أربعة قطاعات لصخور رسوبية A وB وC وD، تمام، متباعدة في القشرة الأرضية، والحفريات 1 و2 و3 و4 موضحة من الصخور. ادرسها جيدا ثم أجب. ما هي أحدث الحفريات؟ طبعا لما نيجي نتكلم على أحدث الحفريات هنشرح حاجة بسيطة جدا، نبص على الرسمة مع بعض كده، وسعادتك باجي عامل حاجة واقول والله الحفريه دي نبدا كده من الرسم ديت كمثال، دي رقم كام؟ ابص هنا كده الاقي الحفريه ديت رقم 3. بعد كده الحفريه دي رقم كام؟ الحفريه ديت رقم 4، يبقى اقول 4 هنا. نجي بعد كده الحفريه ديت رقم كام؟ دي رقم 1. بعد كده الحفريه دي رقم كام؟ 2. طب دي رقم كام؟ 4. طيب دي رقم كام؟ دي رقم 1. تمام، دي رقم كام؟ 2. يبقى انا بجيب من الحفريات هنا وارقم الاول وامشي كده واحده واحده بقى. اقول والله ابص على المنطقه ايه؟ على القطاع ايه؟ واقول والله 3 اقدم من 4. 3 اقدم من مين؟ 3 اقدم من 4، لان 3 في الاسفل و4 في الاعلى، يبقى انا عندي كده 3 اقدم من مين؟ من 4. طيب امشي على 4 بقى، خلاص انا خلصت كده 3، ايوه خلصت 3، امشي على 4 بقى. امشي على 4، انا كده بدات ب3 لان 3 هي موجوده مره ايه؟ موجوده مره واحده بس، موجوده مره واحده بس، فبدات ب3. امشي بقى على 4، الاقي 4 اهي مكرره ومعاها كمان 1 في القطاع سي، الاقي انه 4 اقدم من 1. اقدم من مين؟ اقدم من 1. طب طالما 4 اقدم من 1 يبقى كده معناها انه امشي كده اقول 3 اقدم من 4 و4 اقدم من 1، هاجي ماسك 1 الاقي 1 اقدم من 2، ادي 1 اهي اقدم من 2، 1 اقدم من 2. طيب اذا 2 ديت بقى دي احدث حاجه، يبقى اذا ليه؟ لانه انا لما امسكهم مع بعض كده هتقول لي 3 اكبر او اقدم من 4، و4 انت قلت اقدم من 1، و1 اقدم من 2، يبقى اذا اقدم حاجه هي 3 واحدث حاجه هي 2. يبقى لما يجي يقول لي الحفريه الاحدث اقول له الحفريه الاحدث هي 2. نيجي للسؤال رقم 35. الشكل المقابل يمثل قطاع من الارض في اي من يليه هو الاحدث وقوعا؟ الاحدث وقوعا هو التركيب اكس. ليه؟ لأن الطبقات E و B و C دي اتكونت الأول، وبعد كده حصل فيها فالق، وبعد ما حصل فيها فالق طلع حاجة اسمها العرق الناري اللي هو الإكس، قطعهم. ليه؟ لأن العرق الناري طلع فوق الفالق مغطي على الفالق، وإحنا عندنا القاطع أحدث من المقطوع. 36. إذا علمت أن هرمون الأنسولين لا يتم تناوله بالفم لأنه يتحلل في المعدة. ليه؟ لأن هرمون الأنسولين هرمون بروتيني بيتكسر في المعدة. ليه؟ لأن المعدة فيها إنزيم البيبسين اللي بيكسر البروتينات العديد إيه؟ بيبتايد. اختر الغير مناسب.
اختار د طبعا لانه يتكون من استرويدات. اقول له لا يا حبيبي ده غير مناسب، يعني انت لسه بتقول ان هو بيتكون من ايه؟ من بروتين. نجي للسؤال 37. الغده المسؤوله عن افراز الهرمونات المنشطه لهذه الغده، طبعا ده المبيض، ده المبيض. وبالتالي الغده المنشطه للمبيض يا جماعه هو هرمون الاف اس اتش والال اتش اللذان يفرزان من الغده النخاميه، والغده النخاميه تقع اسفل المخ. 38. تحدث حاله البول السكري الكاذب. حاول البول السكري الكاذب سعادتك ده عندك المشكله هي بيقول لك بسبب مشكله في الاي دي اتش، والبول السكري الكاذب بيبقى بول بدون سكر، يبقى اذا في الحاله ديت بول مخفف يتميز بخروج كميات كبيره من البول المخفف. 39. ما الذي يجعل الهرمون يؤثر على الخلايا المستهدفه فقط دون غيرها؟ يعني الهرمون وهو ماشي في جسمك ليه بيأثر على حاجه معينه وما بيأثرش على باقي الخلايا؟ طبعا وجود مستقبلات للهرمون على سطح الخلايا المستهدفه. 40. اذا كان تركيز الاملاح في الوريد الكلوي اقل من تركيزها في الشريان الكلوي، طبعا سعادتك لازم تبقى عارف انه الكليه بتاع جسمك، الكليه لما تاجي تبص على الشكل بتاعها وتشوف هي متصله بايه، فبتلاقي ان الكليه متصل معاها شريان ووريد. شريان وايه؟ ووريد. يعني ده شريان اهو جاي بالدم، وده بيكون مليان ايه بقى؟ مليان ميه واملاح. تمام، كلام جميل جدا. طب وبعد كده يا بطل؟ وبعد كده يا بطل بيطلع حاجه اسمها الوريد من الكليه. الوريد اهو، ده الوريد بيكون ايه بقى؟ بيكون فيه املاح قليله، املاح قليله وميه كتيره. اشمعنى بقى؟ ليه؟ هتقول لي والله لسبب. ايه السبب بقى ده؟ الدم هو جاي كده وداخل الكليه هيحصل له ايه بقى؟ هيحصل له فلتره. تمام، فالاملاح هتخرج مع مين؟ هتخرج مع البول، لكن الميه هيحصل لها اعاده امتصاص، فتنزل كميه قليله من الميه بس لان بيحصل لها اعاده امتصاص. فبالتالي اللي عمل اعاده امتصاص للميه ورجع ميه كتيره في الوريد الكلوي، ورجع ميه كتيره في الوريد الكلوي هو هرمون مين؟ الاي دي اتش. تمام، وده لما الميه كانت كتيره والاملاح قليله، ده معناه انه الدم في الحاله ديت تخلص من الاملاح الزائده وحصل على الماء المطلوب عن طريق هرمون مين؟ الاي دي اتش. يبقى الاملاح جايه كتيره فين؟ الاملاح جايه كتيره فين؟ جايه في الشريان الكلوي، ومعاها مين؟ ومعاها ميه. الكليه كده كده بتتخلص من الاملاح وبتتخلص من الميه، لكن احنا هنعمل اعاده امتصاص للميه، فلما نعمل اعاده امتصاص للميه الميه بتزيد، فتركيز الاملاح في الحاله ديت هيكون ايه؟ هيكون قليل. تمام، واللي بيعمل الكلام ده مين يا جماعه؟ اللي بيعمل الكلام ده الاي دي اتش. في ناس تختار الاي سي تي اتش، اقول له غلطان، لان الاي سي تي اتش بيشتغل على الكليه بشكل غير مباشر، بيمشي يحفز قشره الغده القذريه، وقشره الغده القذريه بتفرز هرمون الالدوستيرون، والالدوستيرون بيعمل ايه بقى؟ بيطرد البوتاسيوم ويحفز امتصاص الصوديوم. يعني بيشتغل عمليه ايه؟ تركيز الاملاح، يعني بيزود حاجه وينقص حاجه، فالتاثير بتاعه على الاملاح ككل او على املاح الدم ككل على التركيز ما نقدرش نقول ان هو ايه؟ ان هو زود الاملاح في الدم او قلل الاملاح في الدم، لان هو بيزود حاجه في الدم اللي هو الصوديوم ويقللها ويقلل البوتاسيوم وهكذا. وتاني حاجه طبعا التاثير بتاعه ايه؟ تاثير غير ايه؟ مباشر. 41. بالرغم من زياده تركيز الاكسينات في المنطقه التي تلامس الدعامه، لا طبعا الاكسينات بتكون في المنطقه التي لا تلامس الدعامه، يبقى العباره الاولى دي خطا. يبقى تركيز الاكسينات بيكون اكتر فين؟ في المنطقه التي لا تلامس الدعامه. كلام جميل جدا. الا انها بطيئه النمو. طيب، بسبب وجود قوى احتكاك بين خلايا الجزء الملامس للدعامه. هل الاحتكاك بيحصل ما بين الخلايا؟ لا طبعا، ده بيحصل ما بين الجزء الملامس للدعامه والدعامه نفسها. يعني انا لما بعمل دعامه كده، ادي عملت الدعامه اهو، هتيجي تقول لي والله، هتيجي تقول لي نغير كده اللون مع بعض، هتيجي تقول لي انا عندي كده هنا، عندي كده هنا اهو جزئين، ده الجزء الملامس وده الجزء الغير ملامس. طيب، الاحتكاك بيتم ما بين الجزء الملامس، مش الخلايا مع بعضيها، الجزء الملامس والدعامه. يعني الاحتكاك بيتم ما بين الجزء الملامس والدعامه، مش ما بين خلايا الملامس. يعني الملامس ما بيحتكش مع بعضه، ده هو الاحتكاك بيكون ما بين حاجتين مختلفين، خلايا الجزء الملامس والدعامه وليس ما بين الخلايا.
فعشان كده العباره الثانيه الايه؟ العباره الثانيه خطا، فعشان كده نختار العبارتان خاطئتان او العبارتان خطا. 42 الجدول التالي يوضح نتائج تحليل اجريات لماجد وعادل وباسم، ادرسه ثم اختر الاجابه الصحيحه. طبعا انا لو هبص على عادل هلاقي عادل عنده زياده في نسبه البوتاسيوم، ده معناه زياده في الالدوستيرون. ليه؟ لان الالدوستيرون بيعمل على طرد البوتاسيوم في البول، وبالتالي لما الاقي البوتاسيوم زاد في البول اقول على طول ان الالدوستيرون شغال زياده عن اللازم لان بيطرد البوتاسيوم في البول. تمام؟ يبقى عادل افراز الالدوستيرون لديه مرتفع، عادل بدليل ان البوتاسيوم كتير في البول واللي بيطرد البوتاسيوم هو الالدوستيرون. باسم نسبة الصوديوم عالية في البول، نسبة الصوديوم س زائد 2، لكن النسبة الطبيعية س. طيب الصوديوم ده كان المفروض يحصل له ايه؟ كان المفروض يحصل له اعادة امتصاص، يعني ما ينزلش كتير في البول. طب لما ينزل كتير في البول ده معناه ان الالدوستيرون عنده ايه؟ منخفض. يبقى مين اللي بيرجع الصوديوم؟ اللي بيرجع الصوديوم الالدوستيرون. طب الصوديوم هنا ما رجعش، ده الصوديوم نزل كتير في البول، يبقى الالدوستيرون منخفض. عشان كده هنختار الاجابه ب، عادل افراز الالدوستيرون لديه مرتفع وباسم العكس. 43 من الشكل المقابل اي مما يلي صحيح عن يعبر عن اي وبي. طبعا بي ديت اكيد انثى، ليه؟ لانه عندنا يا جماعه المنطقه بتاعت الارتفاق العاني متسعه، والحزام الحوضي او منطقه الحوض يا جماعه متسع، وطبعا انا عندي 4 عظام، عظمتين للحزام الحوضي وعظمه الفقرات العجزيه وعظمه الفقرات العصوصيه. يبقى اذا في الحاله ديت الشكل بي يمثل عظام حوض انثى ويتكون من 4 عظام. 44 الجدول التالي يوضح مكونات عده وجبات غذائيه، ادرسوا ثم اجب ما هي الوجبه الافضل لكل من هؤلاء المرضى على الترتيب. مريض السكر لازم ياخد عسل نحل نقي، عسل نحل نقي. ليه؟ لان العسل يحتوي على سكر مين يا جماعه؟ فركتوز. مريض هشاشه العظام لازم ناكله حاجه فيها كالسيوم، يبقى ده لازم ياكل حاجه فيها ايه؟ كالسيوم. طيب الحاجه اللي فيها الكالسيوم مين؟ قال لك والله الطحينه غنيه بالكالسيوم، يبقى مريض هشاشه العظام ياكل ايه؟ ياكل طحينه. تمام؟ طيب مريض الميكسوديما لازم ياخد حاجه فيها سيروكسين او فيها يود عشان اليود يزود السيروكسين. طب واليود موجود فين؟ في السمك. يبقى اذا مريض السكر ياخد الوجبه الثالثه، ياخد الوجبه الثالثه عشان فيها ايه؟ عشان فيها عسل، اهو الوجبه الثالثه فيها عسل. ومريض هشاشه العظام ياخد الوجبه الاولى، ليه ياخد الوجبه الاولى؟ عشان في طحينه والطحينه فيها كالسيوم. طيب ومريض الميكسوديما ياخد الوجبه الثانيه، ليه؟ لان الوجبه الثانيه فيها سمك والاسماك غنيه باليود. يبقى اذا هنختار الاجابه مين؟ هنختار الاجابه ج. ناجي للسؤالين المقالي. الشكل المقابل يمثل قطاع به 4 انواع مختلفه من الفوالق. 4 انواع مختلفه من الفوالق، يعني عارف ما تجاوب وتقول لي في فاصل هنا في الرسمه هنفخك. انا بقول لك انت عندك 4 فوالق، ما تجيش تقول لي بقى الاقيك مجاوب لي فاصل. اللي هل الورقه بتاعته مكتوب فيها فاصل هو حر. اذكر نوع كل فالق، يخرب بات كده، ده بيقول لك بص بياكد كده بيقول لك اذكر نوع كل فالق، ده بيقول لك ده فوالق، دي ما فيش فاصل هنا. فطبعا هتبص على الفالق اللي هو ايه هتقول لي على طول ده فالق عادي. ليه؟ لان ده علوي والتاني سفلي والعلوي نازل لتحت اهو. تمام؟ هتيجي عندي بي هتقول لي فالق معكوس، كلام جميل جدا. هتيجي عندي سي هتقول لي ده فالق دسر لانه قليل الميل او زحفي. تمام؟ هتيجي عند دي وانا عارفك يا حمار هتكتب لي فاصل، مع انه انا قلت خلاص ما فيش فاصل لان هو بيقول لك ده فالق. هتقول لي ده فالق ذو حركه افقيه. لو انت كتبتها كده يبقى عاش يا بطل، بصراحه عاش، خدت بالك وانت من النوع اللي بيقرا السؤال كويس ويركز فيه. طب انا عرفته ازاي انه فالق ذو حركه افقيه؟ لانه ما فيش حركه راسيه، ما فيش حركه راسيه. طب تقول لي يا مستر ما يدل دي على قصاد دي، اقول لك فعلا ما هم الفالق ذو الحركه الافقيه بيكون الاثنين على نفس المستوى، على نفس المستوى دون وجود ازاحه راسيه. امال الازاحه بتكون ازاحه ايه؟ افقيه. والازاحه الافقيه مش شرط تكون ظاهره على الرسم، لانه عشان تظهر على الرسم لازم يكون في منظر ثلاثي الابعاد وهكذا. 46 تم حقن شخصين عاديين وفي حاله صيام بمادتين مختلفتين تم قياس نسبه الدم لكل منهما. حققنا الماده ايه؟ والماده ايه لها علاقه بالجلوكوز لان كاتب هنا جلوكوز اهو. لينا ان الجلوكوز انخفض، اكيد يا حبيبي ده مين؟ اكيد ده الانسولين، صح، وبيفرز من خلايا مين؟ خلايا بيتا. حققنا الماده بي لقينا الجلوكوز ارتفع، ولما الجلوكوز ارتفع يبقى ده اكيد هرمون مين؟ الجلوكاجون، والجلوكاجون ده بيفرز من خلايا مين؟ من خلايا الفا
وبكده يا بطل نكون خلصنا نموذج الإجابة، والأسئلة المقالية الخاصة بطلبة الأزهر هتنزل على الجروب. نراكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.